الله توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله. نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي. وهنعمل مع بعض النهاردة حاجة بسيطة جدا جدا، لكن موفرة بدرجة كبيرة جدا. هنعمل داود باشا بالبطاطس، جميلة جدا هتعجبكم قوي. اتفضلوا معايا نشوف تفاصيلها. بسم الله. اول حاجه كده معايا معلقه ثوم مفرومه كويس، ولحمه مفرومه وش واحد، وبصلايه مفرومه في كبه ناعمه. هلم الخليط بتاعي ده كله على بعضه كده عشان انا عايزه انعمه اكتر. ده كده ربع كيلو لحمه، عليه بصلايه كبيره مبشوره، ومعلقه ثوم مفروم. لكن طبعا هو كده خشن فانا هنعمه، بس هحط له البهارات اللي هتطحن معاه اللي هتفرم معاه الاول. بس حبه فلفل اسود، وعندي بهارات لحمه مشكله انا اللي عاملاها، وعندي ديمجلاس هحط معلقه من كل حاجه وبس. دي معلقه ديمجلاس اهي. لحمه مشكله هحط لكم المقادير بتاعتها. تمام. هعجن الخليط كله مع بعضه. بعد كده هاخده في الكبه وش ناعم، انا عايزاه ناعم كده، ايه، متجانس مع بعضه زي لحمه البرجر مفرومه ناعم. اللي انا عايزاها من اللحمه كده يبقى فيها الخيوط اللي انا عاوزاها، بتمسك لي اي حاجه، كفته او برجر او اي حاجه تقلقي انها تفك. لا، لما تنعميها بالوش التاني ده بتبقي ضامنه ان شاء الله تماسكها مع بعضها. هبدا اكورها كده كور. طبعا داوود باشا معروفه انها بتكون دايما كور كده، ما بتبقاش صوابع ولا اقراص ولا كلام من ده، بتبقى دايما ايه، تشكيلها على كور. فانا هشكل الكميه اللي معايا كلها وارجع لكم تاني. في زيت غزير انا قليتها. طبعا تقدري تحمريها في الفرن لو مش عايزه اي دهون فيها خالص، وتقدري كمان تعمليها في زيت اقل من كده، نسبه بسيطه خالص على جريلا. بس انا كل مره دايما بعملها في الفرن او بحمرها في زيت قليل جدا على الجريلا، زي ما انتوا شفتوا قبل كده في فيديوهات كتير، زي فيديو حلويات المذبح مثلا. بنعمل الكفته على الجريلا بس، لكن انا حابه النهارده احمرها في الزيت. طعمها دقته كان احلى لما اتحمرت في الزيت قبل كده، فانا حابه اعملها النهارده كده. وبعد كده الزيت ده هستخدمه كمان، هاخده اصفيه على طول عشان هنكمل بيه شغلنا. عندي بقى البطاطس، عندي 3 حبات بطاطس كده مع الربع كيلو. تقدري طبعا تزودي او تقللي زي ما انت عاوزه. حجم البطاطسايه تقطيعتها مش تخينه قوي عشان تستوي بسرعه مع الكفته، لان احنا تقريبا الكفته كده معانا مستويه، اما اتحمرت كده ما بتاخدش وقت. كمان البطاطس صفينا الزيت وخدناها تشويحه سريعه فيه كده، بحيث انها تكون من روح الكفته، وما ياخدوش وقت الاتنين مع بعض في الطاجن. مجرد ما بنحطهم ونحط لهم الطماطم والحاجات بتاعتهم، غلوه واحده بيكونوا مستويين. وتقدري بعد كده تضيفي اي اضافات انت عاوزاها. خلاص البطاطس يا دوبك اتشوحت بس كده واشتلناها من الزيت. وفي طاسه حطيت معلقه زبده كبيره واحط لها معلقه زيت صغيره قوي، وانزل بقى ايه معلقه ثوم كبيره. انا بحب اعمل الصلصه بتاعه الطاجن ده بس بتومه كده زي الاكل الحسيني. وضفت عليها معلقه كزبره ناشفه، احمرهم مع بعض يوصلوا كده للون الذهبي والريحه الحلوه اللي تملى الدنيا كده. والله بقى لو عندك فص مستكه دلوقتي وضفتيه. بعد كده ضفت بقى الطماطم اللي انا ضربها في الخلاط، صفيتها عشان عايزه الخليط بتاعي ناعم كده. وحطيت معلقه سكر اول حاجه، وفص توم كمان ني مش متحمر. احنا حاطين فص في الاول حمرناه. بعد كده نص معلقه كمون، وكمان معلقه ديمجلاس مليانه، معلقه صغيره 7 بهارات. وهقلب الكلام ده مع بعضه. لو حاسه انه مسبك قوي زودي له معلقه ميه، شويه شوربه المتاحه عندك، بحيث ان هو بس يستوي مع بعض ويغلي. حطيت في ارضيه الطاجن اللي هستخدمه معلقتين كبار من الصلصه اللي عملناها التسبيكه بتاعتنا. وبعدين نزلت طلعت البطاطس، طبعا حاطه البطاطس من بدري تصفى على مصفى وعلى مناديل. وبعد كده حطيتها في قلب الطاجن واحط عليها طبقه من الصوص اللي عملناه. وبعد كده بحط كرات داوود باشا كلها. طبعا احنا يعني البطاطس بتاعتنا والكفته يعتبروا مستويين خلاص، يعني هياخد بس غلوه صغيره. طبعا متاح لك في الحاله دي ان انت لما تضيفي الصوص بتاعك تضيفي معاه قطع جبنه مثلا موتزاريلا على الوش وتدخليها الفرن إنك تحبي. لكن انا الحقيقه عاملاها النهارده ما كنتش عايزه احط لها جبنه خالص، حطينا في الاخر بس كده عشان بعض الموجودين طلبوا انه يبقى فيها عليها جبنه.
فحطينا كميه بسيطه قوي قوي على طلبهم كمان، يعني هم اللي طلبوا الجبنه وطلبوا انها تكون قليله. لكن انا في العادي عايزه اعملها زي ما بقول لحضراتكم كده، زي صينيه داوود باشا عاديه، هتتغمس مع رز ابيض وشعريه وكلام. طبعا احنا نقدر نزود اللحمة دي ببرغل، نقدر نزودها ببروتين، ونقدر نزودها ببصل وجزر والكلام ده نفرمه مع وفلفل نفرمهم مع اللحمة، هتزود عندنا الكمية. انا ضفت الصلصة اللي انا عاوزاها، وضفت كوبايتين مية كبار. تمام، غطوا وش الكفتة. ههز الصينية بتاعتي كده عشان تبقى كلها مستوى واحد. الوصفة اللي معايا الوقت اختيارية، لكن الحقيقة طعمها جميل جدا مع الطاجن بتاعنا. حطيت معلقتين كبار دبس رمان، بحب اضافته مع الداود باشا وهو وكمان البربكيو، بيبقى طعمهم حلو قوي، بيضيفوا طعم كويس للطاجن بتاعنا. زي ما انت شايفة كده بوزع الكفتة بتاعتي وهدخلها الفرن. تقدري في الحالة دي لو حابة تضيفي عليها جبنة ضيفي زي ما انت عاوزة. كنت حابة اسيبها كده بالصوص الاحمر بس. بعد كده غطيتها بورق ألمونيوم لغاية ما تغلي كويس، وهتقعد في الفرن حوالي ربع ساعة. التوقيت ده أول ما دخلتها الفرن ما كنتش ناوية إن أنا أحط لها جبنة خالص، لكن زي ما قلت لكم على طلب الجماهير حطينا جبنة بسيطة جدا. رجعتها الفرن، والحقيقة أول ما خرجت من الفرن زي ما انتم شايفين كده اتاخد منها كتير جدا في سندوتشات واحنا واقفين. اتقدمت في اليوم ده سفرة مميزة الحمد لله. كان معايا الحلو حلى بارد بالموز، وكاسات جلاش بالفراخ، وسلطة فاصوليا حمرا وخضرا بالذرة الحلوة، شوربة قرع عسلي باللحمة، طاجن بامية باللحمة الضاني، وكان معايا فرخة مشوية في الفرن على رز بسمتي بالخضار. كان طعمه جميل جدا جدا الحمد لله. دي كمان شرايح عيش فينو كده بالثوم وزيت الزيتون والزعتر، محمصاها في الفرن، كانت طعمها لذيذ جدا جدا. وصينية لحمة ضاني مشوية في الفرن. دي كانت السفرة المتواضعة بتاعتنا النهاردة. بألف هنا وشفا للي أكلوها، وأتمنى حضراتكم تجربوا الوصفة بتاعتنا النهاردة، إن شاء الله تعجبكم. في أغلب شغلي بعتذر عن أي كركبة حاصلة داخل الفيديو. أنا حقيقي كل شغلي بيكون في مناسبات وفي أماكن مختلفة، فبكون الدنيا شوية مش متظبطة، فسامحوني، بس ببقى حابة أطلع لكم الوصفات وأتواجد معاكم يعني على قد ما أقدر. حقيقي أحلى وقت في حياتي بيكون الوقت اللي أنا موجودة فيه معاكم على القناة. ده وقت بيسعدني جدا جدا وجودي معاكم. وان شاء الله اذا عجبتكم السفرة بتاعتنا، اذا عجبكم الفيديو بتاعنا، شرفوني بوجودكم معايا في القناة، شرفوني باشتراككم وتعليقكم واعجابكم على الفيديو والقناة، اذا يستحق وجودكم المشرف معانا. استودعتكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.